تطورات جديدة في تداعيات مشهد الحرب في بلدة دماج بصعدة شمال اليمن. سلفيون ورجال قبائل بدأوا التحرك في مناطق محيطة بمحافظة صعدة، كما هو الحال هنا في حوث والعشة القريبة من منطقة حرب سفيان التي يسيطر عليها الحوثيون، وذلك في محاولات لتغيير موازين القوى. وجود نقاط لمسلحين مناهضين للحوثيين في ممرات مؤدية إلى صعدة ربما يزيد من احتمال اتساع نطاق المواجهات، خاصة إذا أخفقت لجنة الوساطة في إيقاف الحرب في دماج. هذه نقاط تفتيش نصبها رجال قبائل وسلفيون في الطرقات المؤدية إلى صعدة من ناحية الجنوب، والهدف كما يقولون نصرة المحاصرين في بلدة دماج وتضييق الخناق على تحركات مسلحي الحوثي أو مدهم بالسلاح. احنا هنا بنأمن الخط، بنحميه من دخوله الحوثي وأي عنصر ثاني، نمنع على أسلحة على الحوثي تعجيزاتهم من أي اتجاهات تكون، نمنعها ونمسكها في النقاط. أما هؤلاء فيرابطون في هذه التلال والجبال في حالة ترقب دائم لأي هجوم محتمل كما يقولون. احنا في السلطة المحلية نشتي إحلال السلام في المنطقة، وفيه ناس من إخواننا القبائل بيقوموا وتضامنا مع إخواننا في دماج. لكن الحوثيين يعتبرون هذه التحركات حصارا لصعدة. نحن نعتبر أن ما يحصل اليوم هو حرب جديدة سابعة على أبناء صعدة من قبل نفس مراكز القوى التقليدية التي نفذت الحروب الماضية والتي كانت الدولة في واجهتها. اليوم لم تعد الدولة في واجهتها بشكل رسمي، فقط تلك مراكز القوى تحاول افتعال هذه الحروب والأزمات للخروج من استحقاقات مؤتمر الحوار الوطني. لكن المخاوف تتصاعد من احتمال انزلاق بلد يمر بمرحلة انتقالية في أتون حرب من شأنها تقويض كل الجهود السياسية المبذولة لتحقيق الاستقرار، لا سيما مع الاقتراب من نهاية مؤتمر الحوار الوطني. حمد البكاري، الجزيرة، من منطقة العشة بعمران إلى الجنوب من صعدة.